السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنتكلم على زراعة نوع تاني أو نوع جديد عندنا من النباتات اللي هي الطبية والعطرية، وهو زراعة البردقوش البلدي. طبعا البردقوش البلدي عندي من النباتات اللي هي الطبية والعطرية، ليها فوائد طبية طبعا كتير. البردقوش ممكن ان احنا بناخده الورق بتاعه وبنبدأ ان احنا نغليه، ممكن نبدأ ان احنا بناخده وبنستخدمه في تتبيل بعض الأكلات. طبعا هو عندي من النباتات اللي هي مستديمة الخضرة، موجودة معايا صيف شتاء. ممكن ان انا ازرعه في قص صغير، ممكن ان انا لو عندي حظر ممكن ان ابدا ان انا ازرعه فيه. طبعا هو بيدينا ريحه جميله جدا، يعني أنا الجزء العلوي بتاعه ده بيدينا ريحه جميله، وريحه الاوراق حتى بتكون جميله جدا. بيستخدم طبعا في اغراض الطبخ وفي الاغراض الطبيه. الخدمه عندي بتاعت النبات بتكون سهله مش صعبه. سعر النبات كمان يعني سعر متاح جدا وسعر رخيص، ممكن اي حد ان احنا يجيبه ويزرعه عنده. لو هو حتى ما عندوش مساحة ممكن يزرعه في البلكونة، أو ممكن يزرعه لو عنده مكان صغير قصاد البيت ممكن هو يزرعه فيه، مش هياخد حيز كبير. شكرا.